يا صباح الفل والحركات. الأجازة جت وعيالك مش هتبطل طلبات، وأهم مطلب بالنسبة لهم الكريب. أسكت ما اسكتش أبدا، عملت لهم 8 سندوتشات كريب بتمن كريباية واحدة من بره. بس بقى إيه، حلو وطعم ونظافة ومضمون كده، وحاجة كده لوز اللوز ده، غير التومية والشاورما والبطاطس المحمرة. شهيصتهم وفرحتهم وكانوا عايزين يشيلوني من على الأرض شيل. وعيش الكريب ده بقى ده لعبتي من زمان، ده وش الخير والسعد عليا، لاني ياما عملته وبعته زمان. وكنت اول واحدة عملته من 3 سنين من غير بيض ولا لبن، وكان طعمه وريحته زي الفطير بالظبط. بص يا ستي، نبدأ بسم الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين دقيق على كوبايتين مية على ذرة ملح، وقلب قلب قلب كده بالمضرب اليدوي كده تقلبيه. مفيش دقيقة واحدة ومش هيبقى فيه اي تكتلات خالص، ولا محتاج مصفى ولا تنزلي من مصفى ولا الكلام ده كله. بصي هوريهولك بالكبش، هيبقى عامل زي البشاميل، كريمي كده وحلو قوي. بصي في الوقت ده بقى انا لقيته تقيل، وكل ما كانت العجينة بتاعت الكريب تقيل تطلع الكريباية تخينة، وانا مش عايزاها تخينة، انا عايزاها معقولة. رحت مزودة كمان نص كوباية مية، وقعدت قلبت كويس كده لحد ما تجانس مع بعض بس، وسيبته على جنب. وعلى فكرة لما تسيبيه هيتقل شوية عما انت عاملاه كمان. بس كده زي الفل. شايفة بقى؟ بصي اهو بشاميل، بس ايه يعني خفيف شوية. وتعرفي انه حلو ازاي؟ بصي الكبشة بتاعتك لما تعملي بصباعك كده هتعلم علامة، مادام تعلم علامة يبقى هو له كثافة وله السمك المناسب اللي احنا عايزينه كده. تمام التمام. بس يلا خليك على جنب. هاتي الطاسة بتاعتك كده وكوباية الا ربع مية، حطيها على النار، واول ما تغلي روحي نازلة عليها ربع كوباية المية ومعلقة نشا مليانة كده، او قلبيها كويس على البارد طبعا، مية من الحنفية قلبيها كويس وانزلي بيها على المية اللي غليت على البوتاجاز. بس بقت مهلبية تمام كده. روحي نازلة فصين توم كده متخرطين، وشوية ملح صغننين، وشوية ذرة فلفل اسود وما تكتريش، ومعلقتين خل، واضربيهم كويس كده في الكب او دقيهم في الهون عادي جدا. عندك كب اضربيهم، ما عندكيش دقيهم في الهون، مش هيجرى اي حاجة. بس انزلي عليهم بقى بعلبة زبادي عادية قوي من الزبادي اللي بيتباع، علبة زبادي صغيرة، روحي ضربها معاهم. وبعد ما يتضربوا بقى هتكون المهلبية اللي انت عاملاها هديت شوية. بصي بقى شكلها عامل ازاي اهي. بصي عاملة زي البلوزة، فاكرة البلوزة بتاعت زمان؟ هي دي البلوزة. روحي ضيفاها كده للكبة، وروحي ضربة ضربتين بس خلاص. بقت تومية، شوية مهلبية على شوية توم على شوية فصين توم، وهي تكتري فصين توم بس حلوين كده يعني كبار، والزبادي وشعرة فلفل وملح بسيط. خلاص كده بقت تومية وزي الفل. يلا حطيها في طبق بقى، سيبيها شوية في التلاجة برضو هتلاقيها تقلت، هتتقل برضو. بصي الكثافة بتاعتها عاملة ازاي اهي. شايفة عاملة زي المهلبية، بس مش تقيلة قوي، لانها لما هتقعد صدقيني هتتقل كمان، لدرجة اني لما حطيتها في التلاجة تقلت جدا، رحت واخدها ضربة بالهاند بلندر كده قبل ما استخدمها في الاخر. بصي الكثافة بتاعتها عاملة ازاي وسمكها عامل ازاي، بس حلو زي الفل. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسخن الطاسة بتاعتنا. هوريكي طاسة بقالها اكتر من 30 سنة عندي، طاسة يعني هي تيفال بقى بتاعت زمان قوي، بقت حديد خلاص لا بتقشر ولا بتعمل اي حاجه. بس هي دي الطاسه اللي كنت بستعملها على فكره من 3 سنين، وكنت بعمل فيها الكريب وببيعه، وكان احلى الكريب بتاعي. وكنت اول واحده انزل فيديو في الصفحه كريب بدون لبن ولا بيض ولا حاجه خالص، ميه ودقيق زيه زي الفطير المشلتت، وكان بيستوي ويبقى ريحته جميله جدا. سخنت الطاسه حلو كده، ورحت دهنها مسحاها بنقطه زيت بالمنديل، وصبيت ايه كبشه
وبايدك كده اول ما تلاقي الحرف بتاع خلع كده من الطاسه بحرف ايديكي كده روحي قلباه، ولا محتاج لا سباتيولا ولا اي حاجه. بصي الجمال، شايفه حلو ازاي؟ يلا نعمل كمان واحده عشان تاخدي بالك منها كويس. ما تنسينيش في اللايك ومنشن وشيري واحفظي الفيديو عندك واعملي لي متابعه كمان. بصي وتروحي مدوره الطاسه كده علشان تبقى الكريبايه مدوره. بصي على طول بتستوي، شايفه؟ بصي الطريان والجمال، ومش تخين قوي ومش رقيق خالص، معقول، والسمك بتاعه معقول، بس زي الفل كده. بصي انت هتلاقي الحرف بتاعه اول ما تلاقيه الحرف بتاعه خلع كده من الطاسه تعرفي ان الناحيه التانية استوت. تقلبيها على الناحيه التانية، بصي عامله بقى اسمها ايه، فقاعات كده، تعرفي انه استوى وبقى جميل جدا وريحته حلوه يا ولاد، حلاوه كأن فطير. بصي بقى لما يبقى عندك الكريب ده احشيه زي ما تحشيه. كنت ساعات احشيه للعيال وهم صغيرين، احشيه لهم نوتيلا، مربى، الفه بالمربى، الفه بالنوتيلا، الفه بجبنه، جبنه كريمي، اي حاجه عندك، وعلى طول كان يبقى عندي الكريب ده. ومفيش في 10 دقايق اكون عامله الكوبايتين الدقيق الكبار دول، كانوا يعملوا لي حبه حلوين كده والعيال ياكلوا ويتبسطوا قوي. بصي بقى الجمال، ما شاء الله زي الفل. يلا بقى ايه هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل الشاورمة الفراخ اللي هنحشي بيها الكريب. تجيبي الفراخ بتاعتك نص كيلو، ما بياخدش اكتر من نص كيلو فيليه، نص كيلو فيني اللي هو بتعملي بانيه. تغسليه كويس بشوية دقيق وتصفيه وتقعدي قصقصيه كده شرايح رفيعة، ومعلقتين زيت في الطاسة تكوني مسخنة. دي الطاسة اللهلوبة بقى، اياها بتاعتي حبيبة قلبي تسخنيها حلو، تروحي نازله فيها بمعلقتين زيت. يلا وانزلي بالفراخ بتاعتك تاخد لون، ومفيش توابل اكتر من شويه فلفل اسود، وحطيت بتاع نص معلقه صغنونه لورا وحبهان، على معلقه برضو من 7 بهارات. وما تنسيش كمان معلقه القرفه مع الفراخ اللي بالمنظر ده، سواء مشويه سواء شاورما، بتدي الفراخ ريحه جميله جدا وبتميزها قوي قوي. بس بصي خلاص، اول ما نزلت الفراخ على فكره لونها اتغير، الفيليه ده بيشم النار يا ولاد، بيستوي ما بياخدش وقت ابدا. بس كده كنت مخرطه بصلايه بقى جوانح كده، هنزل بيها على الفراخ بس بالظبط كده، وقلب كده، قلبيهم كده في بعض، وروحي نازله عليهم بنص كوبايه ميه، وانزلي بالملح بقى في الوقت ده، انزلي بالملح. البصله بقى تدبل وتبدا ان هي مش ما تستويش قوي، يعني تقريبا ايه 3/4 سوا كده، ما تهريهاش، لازم البصل يبقى باين في الفراخ. حطيت نص كوبايه ميه وهغطي عليها واسيبها، ما فيش 5 دقايق بالظبط، وخلاص استوت وبقت زي الفل. الفراخ استوت والبصل دبل خالص. اخر حاجه بحطها ايه، كام فص ثوم متخرطين، وكم قرن فلفل برضو حلقات كده متخرطين، وقلبتهم على بعض، وهسيبهم، هغطي الطاسة وهسيبها دقيقة واحدة. ليه بقى؟ يدوب الفلفل الرومي يدوب يكون ايه، دبل سنة، بس انا مش عايزاه يستوي، انا عايزة الخضار يبقى حي كده بس دبلان يدبل. بصي الكرباية زي الفل ازاي. يلا بقى نحط اول حاجه التوميه اهو ندهنها، ونحط شويه الكريب، واللي عايز بطاطس على الوش نحط له، واللي مش عايز ما نحطلوش. وادي الخيار المخلل اللي كنت مخلله لكم من يومين اهو زي الفل، قطعته شرايح وهنحطه، واكله في منتهى الجمال. بس كده هو ده الكريب. ايه ده طري؟ لا يا ستي ما تخافيش، احنا هنحطه تاني، هنرده تاني في الطاسه يتحرمش شويه. اول ما تحطيه يدوب بمعلقه زيت صغنونه كده في الطاسه، وهتحطي الكريب، هتبصي تلاقيه حرمش كده وقرمش واخد لون جميل قوي، هتشوفي بنفسك وهتاكلي احلى كريب، والعيال هيتبسطوا انبساط. بقول لك كانوا يعني شالوني من على الارض شيل كده وفرحوا فرحه جميل ونضيف وفي منتهى الجمال. يلا بقى نقول الدعاء بتاعنا بتاع سيدنا الخضر، مش عايزين ننساه.
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. وافتحها في وشنا، وارزقنا برزق عيالنا، وارزقنا برهم، واكرمهم، واسترهم، واكبر بخاطرهم، واصلح أحوالهم، ونجح مقاصدهم، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر المستخبي، وكفيهم شر الوحش، وكفيهم شر ولاد الحرام. وقف لهم يا رب دايما ولاد الحلال، وكفيهم شر صاحب السوء. ودايما يا رب اجعل لهم في كل خطوة سلامة، واكتب لهم في الطيب نصيب. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا ظبطي بقى الكريب بتاعك كده. وكان عندي الأكياس الكريب دي، كان كريب كنا شارينه بعيد عنكم، طلع ايه حكيت لكم عليه.